اهلا بيكم. تعالوا النهارده نعمل بقى طبق تحفه. عايزه اقول لكم كريمي وجوسي، طعمه حلو جدا، سهل وبسيط وسريع. والنهارده بقى جايبه لكم الريسيبي الاصليه بتاعه المطعم. في البدايه هنلاقي كل المكونات دي في الكابشن. عندي ميه مغليه فيها ملح، هننزل بالباستا وهنسيب الباستا تنزل كده في الميه لوحدها زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، ومش هنكسرها خالص. هنسيبها تستوي من 5 ل7 دقايق وبعد كده نصفيها ونحطها في مصفى ونركنها على جنب. عندي صدر فرخة مغسول ومتنضف كويس قوي ومتنشف، هنقطعه نصين وهنقطع صدر الفرخة لشرايح طويلة متوسطة الحجم زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. واهم حاجة تكون الفراخ متنشفة كويس علشان ما تنشرش بكتيريا في المكان اللي احنا بنقطع فيه. بعد كده بقى هناخدها ونحطها في طبق ونركنها على جنب. هنجيب المشروم بعد ما نكون طبعا شلنا البورد اللي عملنا عليها الفراخ وغسلنا ايدينا. هنمسح المشروم زي ما انتوا شايفين كده، لو عليه تراب هنغسله وننشفه بسرعة جدا ومش هنسيب المية عليه. هنقطع المشروم شرايح طويلة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، او ممكن تقطعوه الشكل اللي انتوا تحبوه. عايزة اقول لكم بقى ما تستغربوش من كمية المشروم الكتيرة دي، كل ده هيستوي وهيتبخر المية منه وحجمه هيقل اثناء التسوية. هنحطهم بقى في بول كده ونركنهم على جنب. في البان كده تكون سخنة هنحط عليها معلقتين من الزبدة ومعلقة من الزيت، هنسيبهم يسخنوا كويس قوي علشان الفراخ ما تجيبش ميتها أثناء التسوية. هننزل بقى بالفراخ بعد ما البان سخنت، وهنفرد بقى الفراخ في البان زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. ومش هنقلبها غير لما تاخد لون ذهبي من تحت. هنتبلها بقى بملح وفلفل اسود ورشة من الزعتر. هنبدأ بقى ان احنا نقلبها لحد ما تستوي وهنركنها بقى على جنب. في بان تانية نحط معلقة من الزيت، نسيب البان تسخن كويس قوي وننزل بالمشروم. هننزل بكمية المشروم كلها مرة واحدة. هنفضل نقلب في المشروم كويس قوي ونتبله بملح وفلفل اسود ورشة صغيرة من الزعتر. هنفضل نقلب في المشروم بقى لحد ما يجيب المية بتاعته، المية تتبخر وحجمه يقل بالشكل ده. هنركنه على جنب كده. نحط التوم وعليه البصل الصغير اللي احنا مقطعينه، وهنقلبه كويس قوي لحد البصلة ما تدبل وتتشوح كويس. نقلب المشروم والبصل والثوم مع بعض لحد ما يستووا. نحطهم في بول ونركنهم على جنب. في نفس البان اللي عملنا فيها المشروم نحط معلقتين كبار من الزبدة وعليهم معلقتين من الدقيق. هنقلب كويس قوي الزبدة مع الدقيق لحد ما يبقوا بالشكل ده. هننزل عليهم بالكوكينج كريم او بكريمة الطبخ، وهنقلب الدقيق والزبدة كده في الكريمة او في الكوكينج كريم لحد اول ما تبدأ ان هي تغلي. هننزل بقى بكوباية من الجبنة الشيدر، كوباية من الجبنة البارميجان، او حتى جبنة رومي، اي نوع جبنة متوفر عندكم. بعد كده هنتبلها بملح وفلفل اسود ورشة من الزعتر خفيفة. شايفين بقى شكل الصوص حلو ازاي؟ هننزل بقى بعد كده بالفراخ اللي استوت كلها، وهننزل كمان بالمشروم وهنقلب بقى. شايفين الجمال؟ يا جماله يا جماله. بعد كده بقى هننزل بكمية الباستا كلها. واهم حاجة تعملوا الخطوة بتاعت الباستا دي قبل التقديم على طول. هنسيبها بقى تاخد تسخينة كده بسيطة وهنسيرفت بقى الطبق بتاع الباستا. ودي الطريقة الصحيحة لتقديم الباستا. هنزينها بأي حاجة خضرة بقى، أو هنحط عليها جبنة مبشورة من فوق لو متوفر عندكم بقى، ونقدمها. بجد جربوها هتدعولي.